هل بالفعل تم تجنيد مصطفى الفقي لدى دولة الكيان؟ وما قصة تعذيب مبارك له في الساونا؟ والأهم، من تخلص من سيد قطب؟ وماذا قال عنه الفقي في محض اتهاماته لمشاهير وصفوة مصر؟ ولماذا لم ينجو أحد من الفقي؟ منتصف السبعينيات، وبينما يعمل دكتور مصطفى الفقي الدبلوماسي المصري المعروف بالسفارة المصرية في لندن، ترتطم سيارته بإحدى السيارات الغريبة. يتفاوض الفقي مع السيد ميلر، والذي يبدو أنه تعمد الارتطام بسيارة الفقي لتبدأ صداقة بين الطرفين. يداوم مستر ميلر على زيارة الفقي بالسفارة المصرية، ما ساهم في إثارة الشكوك لدى الفقي حول احتمالية أن يكون ميلر منحرف أخلاقيا، خاصة أنه كان كثير السؤال عن زوجة الفقي والتي كانت تستعد للولادة. تتطور الصداقة بين الاثنين الفقي وميلر، وتكثر الأحاديث بينهما. يتطرق ميلر إلى الاقتصاد المتعلق بالدول العربية وعن علاقات العرب بإسرائيل. تزداد التخوفات لدى الفقي، ويخبر صديقه الوزير المفوض كمال سعيد زكي، والذي كان يشغل مركز مندوب المخابرات العامة بالسفارة، ليخبره زكي بأنه أمام عملية تجنيد مباشرة وبامتياز، ليدعوه إلى سرعة مقاطعة ميلر، والذي استمر في مطاردة الفقي حتى اختفى. ليست عملية تجنيد الفقي هي الأكثر إثارة من بين أحاديثه، والتي تتواصل ممتلئة بأسرار الصفوة والمشاهير، زعماء ورؤساء، فنانين ومشاهير وحتى عسكريين. فلم يترك مصطفى الفقي السياسي الشهير وسكرتير الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لم يترك أحدا من هؤلاء حتى ونال منه عبر إفشاء سرا أو التذكرة بماض مخل. البداية كانت بالزعيم جمال عبد الناصر، والذي أكد الفقي أنه كان يميل لشرب الخمر ويحرص دائما على تناوله، وأثناء وجوده بمنزل الرئيس الراحل أنور السادات، خاصة عقب هزيمة 67 واحتياج عبد الناصر للدعم المعنوي هربا من ضغوط العمل والظروف وقتها. وهنا يشير الفقي إلى اهتمام جيهان السادات بعبد الناصر، حتى إنها كانت تقدم له المشروبات وبعض أنواع الجبن، خاصة البيضاء. يعترف الفقي بغياب الديمقراطية والنظام القمعي والذي عاصرته مصر في عهد عبد الناصر، حتى تطرق إلى المقبرة الجماعية والتي تم العثور عليها بحي العباسية، وأبلغه بها الدكتور عبد الأحد جمال رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، حينما بدأ الحفر مكان الصالة المغطاة في منطقة العباسية، حيث وجدوا عظاما بشرية، وهو نفس المكان والذي أقيم فيه السجن الحربي خلال فترة عبد الناصر، ودفن فيه عدد يذكر من المعتقلين. يؤكد الفقي أيضا علاقة تركيا بسيد قطب بقوله: منتصف الستينيات قررت مصر إرسال وفد لتركيا للمشاركة في إحدى المناسبات، وفوجئ الوفد المصري بقيام المسؤولين الأتراك بالاحتفاء بسيد قطب، مشيرا إلى أن سيد قطب كان يعلم جيدا أنه سيتم إعدامه، حتى أنه منح أحد أقلامه لمحاميه، وكان يعتبر هدية قيمة وقتها، وقال له: سأعدم خلال هذا الأسبوع. يستمر الفقي في النيل من صفوة مصر، متطرقا إلى الفنانة ليلى مراد وحقيقة إنجابها من أحد الضباط الأحرار ويدعى وجيه أباضة. فيؤكد الفقي أن الفنانة كانت على علاقة بالضابط وأنجبت منه ابنها، وأن عبد الناصر لم يكن ليقبل هذه العلاقة، ومن ثم أجبر أباظة إما الارتباط الرسمي أو تركها وشأنها، ليكرر الضابط ترك الفنانة. ولم تكن المرة الأولى والتي تعمد خلالها الفقي النيل من الفنانة، حتى إنه سلط الضوء على ليلى مراد في أحد كتبه، ورغم غضب أسرتها واعتذار الفقي إلا أنه عاود الحديث عنها مجددا. من ليلى مراد يحيد الفقي عند السندريلا، مؤكدا على الإيقاع بها من أجل تجنيدها، حيث تم الزج بأحد الضباط في طريقها، وبعدما تمكن منها كان قد قام بتصويرها، وبمجرد أن علمت سعاد حسني انهارت.
فقال لها الضابط: نريد منك فقط أن تأتي لزيارة المشير عبد الحكيم عامر. لتجاوبه سعاد بأنها كانت ستأتي دون حيل. من الفن يتجه الفقي إلى أكتوبر والمحسوبين عليه ينال مرة أخرى من رأفت الهجان، وتبدأ الصدمة بتصريح الفقي بأنه لم يكن يسمع عن رأفت الهجان إلا مع إذاعة المسلسل الشهير، فيرى في الهجان عاملا مزدوجا زرع بتل أبيب وعاش هناك، وأن إسرائيل كانت على علم بحقيقته، وإنها كانت تسرب من خلاله فقط ما تريد تسريبه. إلا أن تطرق الفقي إلى الحديث عن الرئيس الراحل حسني مبارك اعتبر القشة التي قصفت ظهر البعير، حينما أشار الفقي إلى أن مبارك اعتدى أن يصطحبه إلى السونا، وهو ما كان يشعر الفقي وكأنه في غرفة تعذيب كونه لا يحتمل الغرف المغلقة. كما ذكر الفقي عن مبارك إنه كان من الخاضعين لأمريكا ليتدخل علاء مبارك هنا ويقلب الأمور رأسا على عقب عبر إذاعته لتسجيل حمل مبارك من الفقي للإخوان وعقب إمساكهم بمقاليد الأمور في مصر، وهو ما أعاد الأمور لنصابها الصحيح باعتذار الفقي عن كل ما صدر منه بقوله: أنا مخطئ خطأ كبير لأنني لم أدقق وأبدي أسفي وندمي تماما، مبديا عدم رغبته في الخصومة مع أحد، كما لم يكن يتوقع أن هذه الأحاديث ستتم إذاعتها، مشيرا إلى أنها افتقرت للدقة والكياسة. وعلى خط الأزمة ظهر رجل الأعمال المصري ساويرس عبر تصريحاته عن جمال عبد الناصر بقوله: لو أن شربه للخمر ذنبه الوحيد لكنا أول من سمحناه، أما التعذيب وقمع الحريات وخسائر حروبه وخراب مصر فلا تسامح فيه. معظم المعلومات والتي تمت الاستعانة بها جاءت في تصريحات دكتور مصطفى الفقي الدبلوماسي المصري وسكرتير المعلومات للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في تصريحات تلفزيونية. لو لديكم أي معلومات للتصحيح أو التأكيد على أحاديث الفقي بإمكانكم ذكرها بالتعليقات، أما لو لديكم أي قضايا أو موضوعات تودون إثارتها بإمكانكم أيضا ذكرها بالتعليقات.